صباح الخير، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وحشتوني والله بجد. انا بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، كان في ظروف، كان في حالة نفسية بصراحة سيئة. بجد يعني. بصوا يا جماعة، يعني انا عايزة اتكلم في حتة ان الدنيا دي بجد يعني مش مضمونة. الدنيا مش مضمونة مع اي حد. احنا كلنا كده يعني ماشيين يا عالم علينا، محدش عارف حاجة. يعني ممكن يكون شخص يعني مثلا لسه كان بيكلمك، او شخص يعني مثلا لسه سايباه، وتبص تلاقي الناس بتقولك ده مات. طب احنا ليه مش بنتعظ يعني بالموضوع الموت ده؟ يعني ما فيش حد فينا بيتعظ ليه بموضوع الموت؟ هو بس لحد ما نروح ندفن الميت وخلاص. وساعة الجنازة وساعة أول ما تعرفي إن ده مات، خلاص تعيط شوية وأنا خايفة من الموت والكلام. بس بعد كده محدش بيتعظ يا جماعة. والله بصوا، أنا جاية لكم بقصة كده. يعني القصة دي حصلت عندنا يعني قصة واقعية، مش من خيالي أو حاجة مثلا سمعتها من حد أو كده، ولا لا. القصة دي أنا عشتها يعني. تمام. بصوا هحكي لكم على قصة ايه. الشاب ده عايزه اقول لكم يعني احنا كلنا كنا بنحب. يعني بصوا يا جماعه، يعني كلنا بنحبوه. طيب جدا 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 جدا، فوق ما اي حد يتخيل، ومحترم جدا جدا جدا. يعني شاب محترم وطيب، ويعني ما يسيبش طفل صغير كده ماشي في الشارع يعرفه او ما يعرفوش الا لما يشيل ويلعب معاه. وكان يشوف في ولادي انا ياخدهم ويروح يشتري لهم حاجات من السوبر ماركت وكده. وطيب جدا يعني. فالشاب ده يعني هم ناس ميسورين الحال، يعني هم مش محتاجين فلوس، بس هو عشان مش ضاري ان هو ما يشتغلش. فهو برضو ايه، حب ان هو يعني آه، يثبت مثلا ان هو راجل عندهم ناس مبسوطين، بس انا برضو هشتغل علشان اجيب يعني اكون نفسي وكده. رغم ان هو شقته موجودة مع اخوه، كل اخين في بيت، هم 4 صبيان، كل اخين في بيت. فالشاب ده يا عيني راح ليبيا، سافر ليبيا. وبعد لما سافر ليبيا وكده، فطبعا كان خطب واحدة وهو في ليبيا. يعني حد من اخواته راح لبسها الدهب تقريبا، وجاب دهب وجاب حاجته وكده. وللأسف بعد 2 3 ما العروسة، طبعا أي واحدة بتبقى مثلا عايزة العريس يبقى معاها، خطيبها معاها يفسحها كده. فتقريبا العروسة ما عجبهاش الوضع، فبعتت له دهبه. فهو علشان زعل وكده من المشوار اللي هو يعني كان بيحبها وتعلق بيها وكده، فما حبش ان هو يستنى في ليبيا، عايز ينزل يصلح الاوضاع يمكن يرجعوا تاني لبعض. هو حبها عن طريق التليفون يا جماعة. هو صح صاحبه، هو اخوها. فهو بيسأل على العروسة، قال له عندي اختي وكده طب وريني صورتها مش عارف ايه. فلما خطبها كان بيكلمها في التليفون، اتعلق بيها. فهي بعدها بشوية قالت لك لا، ده يعني هي عايزة زي البنات يكون يعني تشوفه وكده. فلما سابته هو طبعا اتأثر نفسيا وزعل. اتصل طبعا بوالدته، قال لها انا عايز انزل عشان نفسي اشوفكم، انا حاسس ان انا هموت بره، حاسس ان انا هرجع في تابوت ولا اله الا الله. يعني عايزه اقول لكم ان هو امه كلمت والده. يعني للاسف يعني احنا معظمنا لما عيل صغير من عيالنا او كبير بيعمل لنا حاجه بندعي عليه. بس انا واحده من الناس بدعي وقلبي بيستغفر. يعني انا ما بدعيش مثلا دعوه لا، بحس ان انا غلطت ولسان. يعني احنا طبعا ايه، تبقى زلة لسان، او مثلا احنا بشر ومش معصومين من الخطأ. يعني فانا روحي يا فلانه، طالما انت عملتي وخليتي فيا وزهقتيني، روحي ربنا مش فالدعوة يعني الدعوة وحشة على فكرة، في ساعة استجابة.
بيبقى موجود ساعة استجابة، طبعا كلنا عارفين كده. وممكن الدعوة تستجاب تكون هي دي الساعة. فجت جه طبعا قال له والدته انا عايز انزل وكلمي ابويا وكده. للأسف كلمت ابوه، وللأسف ابوه يعني كان رده ابوه كان رده لا طبعا ما ينزلش، ان شاء الله ينزل، ان شاء الله ينزل على ظهره. طبعا احنا في شهر في شعبان. وغير كده انا بقول لكم يعني ايه الدعوة ممكن تستجاب. ماشي. فطبعا هو ايه، امه طبعا عيطت وحزنت، وليه انت بتدعي على ابني دعوة زي دي ليه؟ بتدعيش على ابني عايز ينزل، احنا مش محتاجين، احنا عندنا فلوس. انت لو وقفت على يعني انت لو وقفت كده على كرسي هتطول. انت معلش انا اسفه، انت وقفت على الفلوس هتطول السقف بتاع بيتنا. لا انا مش عايزه ينزل، ولو نزل هعمل وهخلي فيه. وكلمه. وطبعا هو يعني اللي مات الشاب ده مصمم ان هو ينزل، بيحبها وكده. فبعت لابوه هدية تليفون غالي يا جماعة جدا، وبعت لاخوه فلوس علشان يعني ايه لما هو يعني يتكلم تاني ويقولوا انا عايز ننزل، هم طبعا ايه يبقى هو كسر عينهم بحاجة، يعني ممكن يعني قلبهم يحن شوية. فبعد ما بعت الحاجة وكده وكلم امه تاني، كلمت ابوه. طبعا كان رد الاب انا قلتلك مش هخليه ينزل، ان شاء الله ينزل تاني. طب عايزه اقول لكم يا دوبك كده يعني يومين 3 معدوش وجه خبر وفاته. جه خبر وفاة الشاب ده وهو بيشتغل اتكهرب. عايزه اقول لكم يا جماعه كمية الحزن والألم والعياط والنواح والصوات والبكا وكل ما تتخيلوه من ألوان الحزن. احنا كلنا بجد والله الشارع بتاعنا كله المكان اللي احنا فيه، البلد اللي احنا فيها، المكان كل الناس زعلانة وكل الناس بتعيط وكل الناس مش مصدقة نفسها. انا واحدة من الناس نزلت صورته عندي على الفيس بتاعي وحزينة. واول ما انا في بلد متجوزة في بلد وهو في شارع اهلي، يعني امي وابويا وكده جيرانه. عايزه اقول لكم انا بقيت الطم على وشي واصوت كده واعيط واقول لي لا لا انا لا ما ماتش، لا انا مش مصدقه اللي هو مات، عمره ما يموت، استغفر الله العظيم يا رب. ويوزي يقول لي حرام عليكي ما تقوليش كده، كلنا هنموت وكده. ما كنتش مصدقه بجد. ولما رحت وشفت امه واخواته هيموتوا عليه، والناس كلها بتعيط عشانه، والناس كلها قلبها محروق بسببه. فيعني كانت بجد صدمة جامدة. وعنده اخوه متجوز، واخوه اللي هو متجوز ده هوت يعني بانيين لهم بيت، كل 2 في بيت. شقة العريس اللي مات دوت فقيد الشباب في وش شقة اخوه. فاخوه من يوم ما مات الله يرحمه هو عند بيت ابوه هو ومراته وابنه الصغير، عشان يا عيني مش طايق يروح يقعد في شقته ويبص على شقة اخوه اللي هو المتوفي ده. وهو اللي كان منقي البلاط بتاعها، وهو اللي منقي السباكة وكل حاجة فيها، كان هو يا عيني اللي منقيها، وكان بيعمل في شقته وكان فرحان بيها وكده. فاخوه يا عيني قالك انا مش هروح البيت ده نهائي، انا مش هروح يعني البيت ده خلاص اتحرم عليا. اجمل عفش واغلى عفش واغلى حاجات عندهم، وبرضه كره البيت وهو حتى مراته اللي هي تعتبر غريبة قالت لك لا انا مش رايحة، طول ما هو مات كده مش رايحة البيت ده تاني. عايزة اقول لكم مش بيت يا جماعة، فيلا، بس هم كرهوا المكان علشان هو كان دايما يروح ويقول لهم انا هبقى معاكم هنا عريس، انا هنبقى مع بعض على طول. واخواته طبعا متعلقين بيه، واخته بنت واحدة بتكلم نفسها وهتموت عليه.
هتموت عليه كده، لانه كان اطيب شخصية واطيب انسان. عايزة اقول لكم الجنازة بتاعته هو قعد 3 ايام في السكة، طبعا بهدلة عشان السفر وكده وعشان ان هو يجي من المكان اللي هو كان فيه، بهدلة وكده لحد ما جه. بس اول ما رحنا التراب واول ما فتحوا التابوت، طبعا امه دخلت الاول في الاسعاف هي واخته. عايزه اقول لكم اخته اتفتحت في الزراغيط، ما كانت بتصوت في البيت وكانت زعلانه وبتعيط، تنت تزرغط يا جماعه والعريس ومش عارف ايه وكده. وعايزه اقول لكم اول التابوت ما انفتح، بصوا مسك، ريحه مسك بجد، ريحه مسك، ريحة كده جميلة جميلة. والناس كلها آلاف الناس، عايزة أقول لكم ناس، أنا أول مرة أشوف ميت يطلع علينا بالطريقة دي، وكل الناس بتعيط عياط، واللي بيقول الله أكبر ولا إله إلا الله، والستات بيزرغطوا وهو طلع من التابوت. والريحة طلقت بقى في الجو كده، ريحة جميلة جميلة، ريحة جميلة. هو ليه 3 أيام طبعا عاطين له حقنة في الطريق عشان طبعا الجثة ما يحصلش مثلا يطلع منها ريحة او حاجة، مع ان الجو يعني مش الجو برد طبعا، مش حر، بس لازم. بصوا جنازته كانت جميلة جميلة وخفيفة، ونزل القبر في ثانية الا ثانية كان نازل، وقرآن يعني يخلي الحجر يبكي. ماشي، يعني احنا بنتكلم في حتة بلاش ندعي على اولادنا بجد. انا واحدة من الناس اللي كنت زي ما قلت لكم عيلة تعمل حاجة في عيالي، بس يعني ايه، روحي منك لله، روحي ربنا مش عارف ياخدك، الكلام ده بلاشه بلاشه، والله اقسم بالله العلي العظيم الدعوة بتستجاب، والله الدعوة بتستجاب. بلاش ندعي، بلاش ندعي، وحتى لو زلت لسان ودعيتي يقول استغفر الله العظيم يا رب. في دعاء حلو كده، مش عارفة، وبقول يا ربي، مش عارفة، في دعاء حلو انا عايزة اشوفه برضو، اللي هو غير قدر، غير يعني ان انت يا رب بدل الدعاء ده يعني او حاجة، مش عارفة، انا هشوفه برضو عشان انا عايزة اعرفه، مش هكدب عليكم واقول لكم انا اعرفه. فدي كانت القصة بتاعت الشاب ده. والشاب ده يا جماعة ربنا يرحمه برحمته. اكيد برضو ربنا شايله من حور العين برضو. اكيد ربنا كان دايما في الدنيا يقولك ايه، يا مشاهد، انا هتجوز 4، انا هتجوز 4، والله العظيم لما اتجوز 4. وكان ضحوك ووشه بشوش وجميل، وفعلا ربنا بإذن الله في الجنة هيتجوز 4 برضو بإذن الله. دي كانت قصته، وديت كانت عبرة طبعا لينا، يا رب احنا نستفاد من القصة دي، ان هو الواحد برضو ما يدعيش على اي طفل صغير او شاب او اي حاجة، ويعني ندعو لهم بالهدى، ندعو لهم ان ربنا يهديهم، وندعو لهم ان هم يعني بصلاح الحال. ماشي. انما ندعي على اولادنا مثلا حرام. او ديت القصة اللي هي فعلا بجد خلتني انا، بصوا يعني خلاص انا ما بدعيش على حد من ولادي. دايما بدأت ان انا كل ما بقى زعلانة او غضبانة منهم ما بنتكلمش كلمة. ممكن اضرب واحدة كده على ايديها كده مثلا، على ظهرها كده، يعني ضربة كده بس، ما ادعيش مثلا، خلاص بجد خلاص عمري ما هدعي على ولادي. وطبعا يعني ايه، بتمنى كده ان يكون القصة دي مثلا حد استفاد منها حاجة. ماشي. وطبعا انا ما شرحتش الروتين اللي انا بعمله، علشان هو روتين عادي خالص، تنظيف في الشقة وكده. وكنت في اليوم ده بصبن والدنيا محتاسة حوسة جامدة، والبنات الكبار مش معايا عند والدتي، لانها يعني اخويا اتجوز وهي لوحدها وكده، فاحنا بنبيت كل بنتين من عيالي وعيال اخويا يومين، فهم عند امي بيتين معاها وكده. ما فيش حد معايا، بعمل لوحدي اهو. وفي اليوم ده صبنت ونضفت كل حاجة وخلصت كل حاجة وعملت كل اللي ورايا، وقلت بقى ايه بعد ما اخلص. حبيت جامد يا جماعة القرآن بجد، انا كنت مقصرة
مع ربنا جامد. ما كنتش بصلي وما كنتش بمسك كتاب المصحف غير فين؟ في رمضان. لا انا دلوقتي بقيت بحب المصحف، بشتاق ان انا امسكه. بحس كده ان انا عايز امسك المصحف يعني واقرا فيه على طول. كل يوم على الله كده بالليل بقعد اقرا لي صورتين كده ولا حاجة. وعلى فكرة حفظت كل الصور الصغيرة، وبدأت في صور يعني مش كبيرة يعني، لا يعني الصور اللي هي ايه، زي اقرأ باسم ربك الذي خلق. انا ما كنتش حافظاها ماشي. عمالة احفظ فيها وبحفظ وحفظت كل الصور الصغيرة. وربنا يهدينا طبعا للصلاة والقرآن وكده يا جماعة. يعني ايه، الحمد لله بخلص. ايوه حتى انا ما بنزلش فيديوهات ياما الايام دي، كرهت الفيسبوك وكرهت بجد كل حاجة يعني. مش عارفة ليه، حاسة كده اللي انا زهدت الحاجات دي كلها. حتى اليوتيوب كنت بعمل فيديوهات على طول، ما بقتش بعمل فيديوهات ياما. وزي ما قلت لكم الفترة اللي عدت دي كانت حزن وزعل وظروف يعني وكده، ده اللي خلاني انا ما اعملش حاجه. فاحنا هنبدا مع بعض بقى ايه من جديد، ونعمل فيديوهات ونعمل كل حاجه حلوه، علشان ايه، نستفيد من بعض ونفيد بعض يعني ونستفيد من بعض. جايز عندكم حاجه مثلا انا اشوفها انا اتعلمت حاجات كتيره من على اليوتيوب، عرفت حاجات كتيره خالص وكده. وانتوا برضو لو عندي فكرة وعندي معلومة او عندي حاجة بعملها محدش بيعرف يعملها مثلا، يبقى انا فدتكم يعني. آه انا طبعا نظفت طبعا الانتريه في الاول، وبعد كده الصالة زي ما انتوا شايفين كان فيه هنا حاجات كده بتبقى في النجفة ازاز، بس بصوا عاملين زي فرافيت السكر، كان في الارض على البلاط. فانا خفت على لمار تدوس عليه، رجعت لها تاني وفعلا دست عليه بالعجلة، دغدغته تحت رجليها. فانا رحت ايه، بعد ما كنت بكنس رحت راجعه لها تاني. فرجعت لها تاني، عملت الازاز اللي تحت رجليها وكده وكنسته. وبعد كده بقى ايه، بكنس بقى السجادة وكده. الوطين هعملهم بس للأسف انا كنت مصوراهم، بس لقيت ان الفيديو هيطول جامد جامد. فبصراحة يعني طلعتهم من الفيديو، لان انا لقيت الفيديو عدى يعني خلاص داخل على الساعة، لان انا بعمل القطين وبدخل على الحمام وبدخل على المطبخ، والروتين كان طويل. فقلت ايه، لا انا خلاص اعمل الصالة بس كده هوت، وبعد كده في يوم تاني بصور لكم بقى الاوض واصور لكم الحمام. البطانية دي انا بفرشها كده على السجادة في الشتاء، عشان يعني مثلا تدفينا وكده. الجو انتوا كنتوا شايفين الجو كان صعب بجد الاسبوع اللي عدى ده، وما زال صعب برضه. يعني انا حاسه كده اللي مش عارفه الصيف يعني المفروض يعني يجي. بصراحه انا كنت من الناس اللي بتحب الشتاء، بس انا كرهت الشتاء السنه دي. هو ما فيش حاجه مريحه الناس بصراحه، ولا الشتاء مريح ولا الصيف مريح. بس انا حاسه السنه دي بجد الشتاء كله يعني تلج يعني بجد. يعني لو تشوفوا عندنا الجو عامل ازاي، وخصوصا يعني بالليل الجو بيتلج. ف يعني بفرش بقى البطاطين كده على الارض، علشان يعني تكتم السقعة شوية. شايفين الحتة اللي في الحيطة دي هناك اهي في الجدار، دي رطوبة اللي انا كنت قلتلكوا عليها قبل كده. الرطوبة دي كل سنة عندي في الشتاء لازم الرطوبة دي واللي هو المكان اللي فيه الحتة السمراء اللي هو في الجدار، لازم كل سنة الرطوبة دي عندنا. ما كل سنة في رمضان ببيض جديد وبعمل دهان ابيض في السوفات، علشان برضو الحاجات الرطوبة اللي بتطلع دي.
ماشي كده. انا ايه اعتبر كده ان انا خلاص خلصت كل حاجة وفرشت وكنست وخلصت كل حاجة اهوت. بوريكم اهو خلصنا كله اهوت، والانتريه برضو نضيف وكل حاجة نضيفة الحمد لله. اهم حاجة ما يكونش فيه كراكيب، الكراكيب بتبوظ بجد منظر الشقة، والدنيا بتبقى مكركبة متبقاش حلو. خلصنا كده كل حاجة اهوت، ولمار هي بتلعب